للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة ضيوف البرنامج السيد مروان عبد الرزاق عضو اللجنة الوطنية لحاضنات وريادة الأعمال الجمعية. أهلا بك سيدي، شكرا على الحضور في البرنامج. أهلا بك. معنا أيضا سيد عبد الكريم بروري، مؤسس حاضنة أعمال وخبير في تطوير الأنظمة البيئية المقاولاتية. أهلا بك سيدي. أهلا، شكرا للاستضافة من جديد في الثالثة. أهلا بك سيدي. نبدأ معك سيد بروري. إذن مثل ما ورد في التقرير، المؤسسات الناشئة قبل 3 سنوات لم تكن موجودة في الجزائر، حتى القلة القليلة منها الموجودة لم يكن لها الإطار القانوني المناسب. اليوم المؤسسات الناشئة قطعت أو خطت خطوة هامة مثل ما قال السيد الرئيس، ولو أن الرقم قليل لكنه يوعد بالكثير، نحو 5000 إلى 6000 مؤسسة ناشئة. حقيقة يعني تطور جد ملحوظ اللي عرفناه هنا في الجزائر منذ 3 سنوات الأخيرة، للرغم أن هذه يعني تطور من جانب الدولة وكل هيكلات الدولة. كي نقولوا ما كانش كاين شركات ناشئة، يعني نتكلم تحت المصابيح يعني المرئية. نعم. وفي الاقتصاد المرئي كما نقولوا اليوم، ولكن بالطبع جزائريين وجزائريات كانوا يحاولوا يخلقوا شركات ناشئة، ولكن الشركات الناشئة عندهم هذه الخاصية أنهم شركات اللي يروحوا في المخاطرة. نعم. ويعني نسبة إخفاق هذه الشركات جد عالية. نعرفوا باللي عالميا في 12 شركة كي تنخلق شركة ناشئة بالطبع عندك وحدة اللي تنجح. إذا راك تشوفي بلي عندك 8% نسبة النجاح. إذا عندنا هذه نسبة الإخفاق لأنها الشركات اللي عندها نماذج اقتصادية خاصة وجديدة، اللي عندها هذا الجانب الابتكاري والإبداعي اللي يخليها ماشي كما كل الشركات اللي نعرفها. وانطلاقا من هذه النقطة هذه الشركات تحتاج مساعدة يعني الدولة بصفة عامة، يعني وكل نظام البيئي اللي راح يوجد لها هذه الأمور اللي تحتاجها باش تقدر تعيش وتخرج من منطقة يعني الأمريكانيين يعيطوها الدات فالي. يعني عندك هذا المنحنى وين كان المخاطر عالية في حياة هذه الشركة الناشئة. وإذا حقيقة اليوم عندنا يعني اللجنة الوطنية لمنح علامة الشركة الناشئة وحاضنة الأعمال المشاريع المبتكره اللي انا عضو ايضا فيها، اللي هي تعطي هذه العلامه اللي خلاتنا اليوم رئيس الجمهوريه يقدر يعطي هذا الرقم، يعني نعم. اللي هو رقم نعرفوه اليوم لانه عندنا عدد يعني لابال علامات من النوعين اللي تمدت لهذ الاشخاص اللي خلقوا هذه المشاريع وراهم في قيد تطوير هذه الشركات باش يولوا شركات رائده في الجزائر وفي العالم. نعم، إضافة إلى ما تفضل به السيد بروري، سيد مروان، إذن أعود إلى ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع الصحافة. قال بما معناه انطلقنا من الصفر بدون أي تجربة، واليوم الجزائر خطت خطوة هامة وهذه فقط البداية. يعني سيد مروان، برأيك كيف تحقق كل ذلك؟ طبعا كما تفضل وقال أستاذ بروري أنه كل هذه المجهودات في صوب مقاولتها، في صوب أن تخرج الجامعة. وهذه النقطة الهامة. النقطة الهامة هي أنه وجب علينا أو ارتاء السيد رئيس الجمهورية وخاصة وزير التعليم العالي أن نقطة الانطلاقة تكون من الجامعة. لماذا؟ لأن خريجي الجامعة راهم عندهم لو بوتنسيال هذاك باش يمدوا أو يحولوا مخرجات العلمية، سواء مذكرة تخرج، مذكرة ماستر، أطروحة الدكتوراه إلى آخره، وين في عد ما يقعدوا في رفوف الجامعات ورفوف المكتبات تحول إلى مخرجات ذات قيمة اقتصادية، وين تولي يعني عوض أن تكون مذكرة تخرج تولي مؤسسة ناشئة. وبالتالي في هذا السياق هذه تحول الجامعة من جامعة أكاديمية كانت تصدر فقط شهادة جامعية، اليوم تصدر شهادة جامعية ومؤسسة ناشئة. يعطيك الصحة. دونك في هذا السياق هذا وسياق يعني الذهاب نحو جامعه 4.0، جامعه تاع امبلويمنت، معناتها تمد يكون هناك تمكين لدى الطلبه لدى الاساتذه خاصه. دونك في هذا السياق هذايا جاء القرار 1275 في نهايه سبتمبر، نهايه
نهايه سبتمبر 2022. دونك في هذا من هذا يعني من هذا الشهر، من شهر نقولوا اكتوبر حتى جويي، سجلنا ما لا يقل عن 9000 فكره. 9000 فكره. في هذه 9000 فكره قام الطلبه. هذه حصيله 10 اشهر يعني اللي حصيله 10 اشهر فقط. يعني في حصيله 10 اشهر بعد الحملات التحسيسيه، بعد حملات التكوينيتو، وبعد طبعا عمليه انتقاء تلك المشاريع على مستوى خاصة دور المقاولات والحاضنة الأعمال، على مستوى اللجان العلمية لحاضنة الأعمال، وين قاموا بانتقاء تلك المشاريع سواء مؤسسات ناشئة أو توجهون الى وين ما كاش يعني درجه كبيره من الابتكار يوجهون الى مؤسسات مصغره. دونك في هذا التسجيل هذا سجلوا ما لا يقل عن 9000 فكره. دونك هذو 9000 فكره لحقوا وين قاموا بمناقشه مذكراتهم اكثر من 2200 مناقشه، طبعا على مستوى وزاره اقتصاد المعرفه وخاصه لجنه منح وسم لابل. ربما يعني وصلوا لهم عدد كبير وكبير جدا من طلبات منح الوسم، وين فاتوا ربما 2200 طالب، وين يعني حصيله ايجابيه جدا. راهم يستناو هذو 2200 وين مدوا اكثر من 200 على ما اظن 234 مؤسسه و234 مشروع تحصل على وسم لابل مؤسسة ناشئة. نعم أكيد أن منظومة التعليم العالي أيضا تعطي تحفيزات كثيرة للطلبة من أجل إنشاء مؤسساتهم الناشئة. سيد بروري، لو نتحدث عن النموذج الاقتصادي الجديد في بلادنا، هل تعتقدون أن المؤسسات الناشئة اليوم بإمكانها أن تكون الحلقة الرابحة من أجل ربما الخروج من التبعية للمحروقات وبالتالي تنويع صادراتنا خارج المحروقات؟ دوما كي نتكلموا على التطورات الاقتصاديه العالميه وكتشوف اليوم بالتعقدات الجيوسياسيه والامور اللي نشوفها والازمات الطبيعيه اليوم اللي احنا نعرفوها في المستقبل على بالنا بالتغيرات المناخيه. نعم. يعني يصعب الامر نحملوا المسؤوليه للشركات الناشئه انها تكون هذا الحل. لا ليس حل جري، يعني تساهم ولو قليلا. هي اليوم من الصادرات جزء نعم. لا يتجزا. يعني اليوم في اصلا تجربه شفيه، يعني هي تجربه فتيه يعني لم تبلور بعد، نحن في صدد تطويرها، ممكن ان تشكل جزءا هاما في الصادرات. يعني فهم التفكير ديالي واش حبيت نقول ان يعني جزء من الملاحظه انه هذا كما كتقولي الشركات الناشئه راح تساهم نعم طبعا بالفعل في خلق هذا المدخول للوطن. نعم. لان الهدف الاساسي ان كي نقولوا راح نخرجوا من المحروقات انها راح تكون مدخول جديد للدوله وللوطن، واذا مدخول جديد للضرائب بالطبع، لان الهيكل الاقتصادي مبني على هذه الاداه اللي هي الاداه الضريبيه. للرغم ان على بالنا باللي اليوم الشركات المصغره وما تنساوش باللي اليوم عندنا وزاره كما نعم. اعطيتي الملاحظه في الابتداء الحصه، وقلت عندنا وزاره اقتصاد المعرفه والشركات الناشئه، واليوم عندها ايضا الشركات المصغره. التقارب الاول اللي وقع هو انه كان تقارب بين الشركات الناشئه واقتصاد المعرفه، واليوم زدنا الشركات المصغره، لان كي تقولي في تطوير اقتصاد جديد مبني على الشركات الناشئه ما يقدرش يكون بدون هذه البنيه التحتيه الاقتصاديه. خلينا من البنيه التحتيه التكنولوجيه والامور الاخرى والقانونيه واللوجستيكيه اكسترا، ولكن البنيه التحتيه الاقتصاديه ان الشركات الناشئه باش تقدر تعمل راح تستهلك منتوجات او خدمات اللي راح الشركات الصغرى والمتوسطه والصناعيه الكبيره تبدلهم لهذه الشركات الناشئه. اذا اليوم رانا في خلق هذا النظام البيئي كما قلتي رانا 3 سنوات، يعني ما نقدروش نحكموا عليها على الاقل دائما نقول مدوا روحتنا 5 سنوات، يعني بقاونا عامين في ال5 سنوات نقدروا نديروا حصيله ونشوفوا اسكو اليوم رانا في طريق صواب، اسكو هذا النموذج هو النموذج اللي لازم نتبعوه. ولربما اليوم الهدف الاساسي انه كي نخرجوا
نخلقوا نظام بيئي ملائم للشركات الناشئه الجزائريه اولا وقبل كل شيء، راح يكون ملائم لاي شركه ناشئه عالميه. دونك الجزائر تقدر تكون قطب استقطاب لهاد المقاولين والمقاولات العالميين اللي يحبوا يخلقوا شركه، وكان نظام بيئي اليوم يقدر يتوفر. على اولا ما عندناش الجرأه نقولوا نجيبوا الامريكانيين يجوا الجزائر، ولكن جيراننا افريقيين الميدل ايست يعني المشرق الاوسط يقدروا وعلاش لا وهي كان تقارب اليوم على بالنا. كانت عندي الفرصه نكون في روسيا ونكون في الصين في نطاق زياره رئيس الجمهوريه. كان وفد كبير من الشركات الناشئه والحاضنات يعني والايكو سيستم تاعنا. وكاين يعني نفهموا باللي كان تقارب مع هذا المجمع اللي اسمه البريكس اليوم، واللي الجزائر هي عندها خاصيه ليه لانها افريقيه في البحر المتوسط، عربيه مسلمه، عندنا اوروبا على 2 ساعات او ساعه من الطيران. دونك عندنا كل هذا الجانب اللي يقدر يخلي الجزائر تكون نظام بيئي استقطاب. نعم. وانطلاقا من هذه النقطه وراح نكمل على هذه الملاحظه انه اذا اي شركه ناشئه تحب تنخلق لربما من على 5 سنين تولي تخمم تجي الجزائر باش تخلق الشركه تاعها. للرغم ان اليوم التشالنج الكبير اللي يسنانا وعلى بالنا وراح كما يقولوا سي لا بوات دو بوندور يعني هذه العلبه العجيبه كي نحلوها كان الوحش راح يخرج هو التمويل. بالطبع يعني كي نهضروا على الشركات الناشئه راح نتكلموا على التمويل. نعم. وجزء لا يتجزا من تطوير نظام بيئي، واذا خلق الشركات الناشئه يقدروا يروحوا العالمي ويولوا هذا الجزء القوي في الاقتصاد تاعنا هو التمويل. نعم. طيب في هذا السياق سيد بروري، لو نتحدث عن نجاح المؤسسات الناشئة، فيه مؤسسة ناجحة جزائرية كرمها السيد الرئيس وهي اليوم تقوم بتمويل فريق رياضي لكرة القدم عالمي. برأيك كيف يمكن تعميم مثل هذه التجربة؟ هاد عندي الفرصه اظن كاع المتفرجين والمتتبعين هم يفهموا اي شركه نهضروا. نعم. وبالخصوص اخر تمويل الماركتينغ اللي داروه بالفريق العالمي المعروف. عندي الفرصه نعرف احد المؤسسين اللي احنا تخرجنا من نفس المدرسه هنا في الجزائر في الحراش من عده التقنيات بوليتكنيك الجزائر. دونك بالطبع احنا فخورين انتمائنا لهذه المدرسه وبالطبع الجزائر. دونك هذه الشركه اثبتت قبل ما تثبت نجاح للشركه اثبتت نجاح نموذج. نعم. النموذج اللي اثبتوه هو انه عندنا جزائريين، اولا جزائري اللي درس في الجزائر متخرج يعني منتوج المدرسه الجزائريه تاع الثمانينات التسعينات واوائل الالفينات، خرج كمل دراسته في مدرسه كبرى في الولايات المتحده، دار بي اتش دي تما، دار دكتوراه تاعو تماك، خلق شركه تاعو تماك، وفي اخر المطاف خمم يعاود يولي الوطن باش يخلق شركه في الجزائر. وما كانش عنده الجرأه، راح يعني جو مو بيرمي نتكلم باسمه، الجرأه انه راح يخلق شركه كبيره. قال عندي مشروع نجي الجزائر ونديروا انا جزائري يعني حاب يخدم في بلاد. انطلاقا من هذه النقطه اثبت انه تقدر الجزائر يروح للخارج يعني يتشبع بالتقنيات، يجيب ربما التكنولوجيا، الخبره، بما انه خبره اقتصاديه وخبره كيف اليوم نتحصلوا على التمويل، لان التحصل على التمويل خبره يعني عاليه. دونك اليوم كي ولاو الجزائر استعملوا الجزائر كهذا السوق الاولي وين هما يعرفوا الجزائر، ما يخافوش من الجزائر كونهم جزائريين. احنا كجزائريين نعرفوا كاع العيب والمليح فينا، دونك ما نقدروش نخافوا نفوسنا، محال، احنا ماشي اجانب. نعم. دونك هذه الجاليه تقدر تولي الجزائر وتخلق شركات، ولا ربما البعض منها نعم. تقدر تنجح. اذا هذا المثال كمثال هذه الشركه يقدر يتعاود نعم. ويكون يعني نموذج. للرغم ان اليوم رانا نشوفوا شركات اللي تخلقوا في الجزائر من جزائريين يعني ما غادروش الجزائر وراهم يشوفوا نوع من النجاح. شفت الفي ار، شفنا بعض الامثله، ورئيس الجمهوريه تكلم معاهم في صالون الانتاج الوطني الاخير، يعني شفناهم بالقدرات نعم. تاعهم. دونك
كاين نموذج واحد اخر اللي يتخلق في الجزائر، لازم نخلي لهم شويه الوقت. فيه ايضا ربما سيد بروري تحفيز كبير لاصحاب المؤسسات الناشئه من قبل الدوله. سأعود اليك سيد بروري. سيد مروان، يعني تحدثتم عن الطلبه الذين ينشئون مؤسسات ناشئه، انتم في اللجنه الوطنيه لحاضنات ورياده الاعمال الجامعيه، كيف رافقتم الاعمال الابداعيه لهؤلاء الطلبه؟ طبعا بالنسبة لمرافقة أصحاب المشاريع الإبداعية نقولوا، وطبعا وحتى وغير الإبداعية على مستوى الدور المقاولاتية، كان هناك يعني حملات تحسيسية. دونك هذه الحملات التحسيسية كانت مدتها تقريبا 3 أشهر، يعني من أكتوبر حتى ديسمبر. ومن بعد جات حملات تكوينية. دونك أونتخ أوتر ما بين الحملات التحسيسية والحملات التكوينية كان هناك تلقي لطلبات لهذه الطلبه لمشاريعهم. وأونتخ أوتر ثاني كانت هناك كما نقولوا عمليه انتقاء. دونك انتقاء اولي، كنقولوا انتقاء اولي، نشوفوا برك باللي فوالا هذه المؤسسه هذه راهي قانونيه، المشروع هذا نقولوا راهو قانوني، المشروع هذا عنده سوق، المشروع هذا إلي فوزابل ثاني. دونك هذو 3 امور يعني يقدروا يكونوا كافيين كانتقاء اولي باش نقولوا بلي فوالا هذا المشروع راهو مقبول على مستوى حاضنه الاعمال ولا على مستوى الدور المقاولاتيه لكي يتبنى ويصبح مؤسسه اما ناشئه او مؤسسه مصغره. دونك في هذه الفتره كذلك قامت ذلك اللجنه بعمليه التكوين. دونك اولا كانت هناك تكوين المكونين، معناتها كان هناك نواه تاع التكوين على مستوى اللجنه من اعضاء وخبراء. قاموا بتكوين المكونين اللي هما مدراء الواجهات، كي نقولوا الواجهات تاع المؤسسات الجامعيه راهي حاضنه اعمال ديزانكوباتور، راهم ديكاتي، مراكز دعم التطوير والابتكار، راهم دور مقاولاتيه دي ميزون دونتربرونيا. دونك هادو الواجهات هادو قامت اللجنه بتكوينهم. بعد ذلك هذه الواجهات هذو كونوا اساتذه على مستوى هذه المؤسسات الجامعيه باش يكونوا هناك مشرفين على بالهم واش راهم يديروا، على بالهم واش راهم يشرفوا على مؤسسات وليس مذكره تخرج عاديه. دونك في هذا السياق كذلك بعد عمليه التكوين وعمليه التحسيس جاء عمليه يعني البدء في المشروع، خاصه هناك مرحله جد حساسه وهي البدء في عمليه تحضير النموذج الاولي. دونك النموذج الاولي كما نعرفوا كما على بالنا باللي اللجنه راهي صارمه خاصه لاعطاء الوسم باش يكون هناك نموذج اولي نقولوا فعال، نموذج اولي فونكسيونيل. دونك هذه المرحله هذه يعني جد حساسه، وربما واجهوا بعض الطلبه بعض الصعوبات، لكن الحمد لله يا رب العالمين انه بعض الجامعات او اغلب الجامعات تتوفر على هذه المخابر اللي تعاون الطلبه في تجسيد مشاريعهم وتحضير هذا النماذج الاولي. واضح سيد مروان. نعود اليك سيد بروري. اذا قانون الصفقات العموميه الجديد يخص ايضا المؤسسات الناشئه، ما الذي تضمنه قانون الصفقات العموميه بخصوص المؤسسات الناشئه؟ بالطبع هضرتي على عده امور صراو في ال3 سنوات الاخيره، وهذه النقطه يعني المحطه الاخيره هي اللي صارت عندها ربما اسبوعين 3 اسابيع، شفنا النص يخرج في الجريده الرسميه اللي هذا التعديل لقانون الصفقات العموميه اللي ادخل يعني اليوم قدره الشركات اللي يعني المعنيه بالصفقات العموميه بالطبع بشراء يعني اليوم خدمات او منتجات لدى الشركات الناشئه، والقانون عطاه لهم اليوم قدره الشراء المباشر يعني لو غري اغري ما بين قوسين، اذا هذه الشركه الناشئه عندها صفه هذا الابتكار والخصوصيه ووحدانيه الحل في السوق الجزائري. هذه يعني خطوه عملاقه اللي عرفناها، للرغم ان نقدروا نزيدوا نطوروها بالطبع. يعني لازم دائما يكون سقف الطموحات تاعنا عالي باش نشوفوا الامور تروح بسرعه. ورئيس الجمهوريه وتكلم على علينا نعملوا 3 فويت يعني 3 مرات 8 ساعات، يعني الهدف انه تتسارعوا يعني في تنفيذ اليوم الافكار تاعنا وايجاد حلول بسرعه. دونك هذا التغير اللي وقع في الصفقات يعني خطوه كبيره حلت البيبان اليوم للشركات العموميه والمؤسسات
الدوله للتعامل مع الشركات الناشئه، لان الشركات الناشئه هي شركات ما كانتش عندها كاع المتطلبات العاديه تاع الشركات الاخرى، واش كان يخلي هذه الصعوبات في التعاقد معها وفي نطاق الصفقات. ولكن كاين عده امور اخرى صارت في 3 سنوات الماضيه. عندنا قانون الماليه، او سمعت الزميل الاقتصادي يتكلم في الفي تي على القانون الماليه. الو كاين تحفيزات اللي يجوا على اساس علامه الشركه الناشئه او علامه مشروع مبتكر. الو وبخصوص نتكلموا على علامه الشركه الناشئه باش نكونوا واضحين ويعني ما نغلطوش الناس. الطلبه الجامعيين تحصلوا على علامه مشروع مبتكر، لان اساسا ما عندهمش شركه، مازال ما خلصوا الشركه، دونك ما تقدرش تكون علامه سجل تجاري. ما عندهمش سجل تجاري، ما عندهمش قانون تاسيسي تاع الشركه، دونك ما تقدرش تكون عندهم علامه شركه بالطبع، لان القانون لازم تكون شركه. ولكن كي عندك هذه العلامات عندك تحفيزات. من بعض التحفيزات كما هضرها هي تحفيزات جبائيه، تحفيزات ضريبيه وجمركيه في استيراد بعض المعدات. رئيس الجمهوريه اخيرا زاد تكلم عليها، قال اذا الشركات الناشئه تحتاج ان تسترد يعني التكنولوجيات اللي ما كاش في الوطن باش تقدر تطور خدمات اللي يقدروا يدخلوا بزاف القيمه للوطن، وعلاش لا ما نخلوهمش عندهم يعني نلقاو صيغه باش نسهلوها لهم، توطين المقرات تاعهم. هذه عده امور هذو جاوا في التحفيزات الاوليه اللي خرجوا على اساس العمل الاول اللي دارته الوزاره تاع الشركات الناشئه واقتصاد المعرفه، انه خلقت هذا الاطار. وشنو هي شركه ناشئه؟ لان كي تروحي باش تحفزي شركه ناشئه الا فالو نخلقوا فرق بين شركه عاديه ما بين قوسين وشركه ناشئه. وحتى روحك في مكان هذا الشخص اللي يخدم في السجل التجاري، كنا انا وياك نروحوا عنده نقولوا له انا شركه ناشئه غير باللفظ، ما يقدرش يتعامل معك على هذا الاساس. دونك الدوله باش تعطيها التحفيزات خلقت هذا الميكان. مع الوقت ثاني خلقت الهيئات، خلقت هذه اللجنات، خلقت الصندوق التمويل اجين ستارت اب فند، صندوق تمويل الشركات الناشئه، يعني حاجه ايضا خارقه العاده. خدات من مال الولايات، من صناديق الولايات وحطتهم في هذا الصندوق. دونك اليوم هذا الصندوق ربما سيد بروري هو ليس حبرا على ورق، هو نراه يتجسد في الميدان. نعم. يعني عرضوا مدير صندوق هو سيد عقبه، هو شاب مدير صندوق يعني، وجد صارم على عمله وتقوي، ونشوف كاع اقطار الوطن، وراوي يحاول يلقى حلول باش يمول هذا الشباب، وراوي يمول. اسمه هو الهيئه تاعو راهي تمول. للرغم ان اليوم عندنا الصندوق بدا صغير، واليوم عنده تقريبا 400 مليون دولار، وشنو يعني حاجه جديده بزاف في الوطن. ثالث ميكانه اللي جات هي خلق القانون التاسيسي للمقاول الذاتي لوتو انتربرونور. اليوم في الجامعات خلق القانون التاسيسي للطالب المقاول، ليتيديون انتربرونور وليتيديون انتربرونور، الطالب والطالبه المقاوله، اللي تشبه طالب النخبه، الرياضيين تاع النخبه. عندهم يعني سهولات باش يقدروا يخلقوا الشركات وهما طلبه في نفس الوقت. اكزاكتومون. وقانون الماليه جاب حاجه واحده اخرى هي الاوبن انوفيشن، الابتكار المفتوح، لان اليوم الشركات الكبرى تقدر تمول، الشركه التلفزه الجزائريه تقدر تمول الابتكار المفتوح تاعها على اساس تحفيزات اللي مدتها الدوله على الضرائب وامورها، اللي تقدر تمول اليوم هذا الابتكار المفتوح استعمالا الحاضنات وشركات الناشئه اللي عندهم هذه العلامات. دونك كان عده امور، واخر محطه اللي تكلمنا عليها بدينا بها هي هذا التعديل تاع الصفقات اللي راح تغير جذريا النظام البيئي تاعنا. ولا ربما من الاخر السنه راح نشوفوا هذا العدد اللي يتفاقم تاع الشركات الناشئه ومشاريع المبتكره. نعم. ولا ربما رئيس الجمهوريه قال 5000 ولا 6000 هي عدد قليل. رغم ان حمق على كنا الاخرين ويعني ولكن هو عدد قليل، لان قلت لك بديت الكلام بهذه النقطه انه الشركات الناشئه ماشي شركات عاديه، جزء من حياه هاد المقاولين والمقاولات اللي يحبوا يولوا شركات ارباب واعمال شركات ناشئه، انه على بالهم باللي الاخفاق
جزء من الجورني، يعني من هذه المرحله. اذا على بالنا باللي باش نشوفوا شركه ناشئه تنجح غدوه، هذيك الشركه الناشئه اللي كنتي تهضري عليها مقبلات، والهدف انها تولي تسوى 1 مليار دولار، هذا هو الهدف. نسموها ليكا يونيكورن في عالم شركات الناشئه، نعيط لهم هذا الحيوان الاسطوري اليونيكورن. هي شركه مقيمه ما تسواش، يعني مقيمه لي فالوريزي 1 مليار دولار. اذا الهدف انه نشوفوا هذه الشركه او اخرى تولي مقيمه ب 1 مليار دولار. المسار مازال طويل، ولازم يكون عدد كبير من هذه الشركات باش نشوفوا واحده منهم لا ربما راح تولي هذه الشركه اللي تسوى مليار دولار. نعم سيد مروان، الأكيد أنكم وقعتم العديد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من الوزارات من أجل الانتقال ربما من المقاربة الاجتماعية للمقاربة الاقتصادية. طبعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبرمت الكثير من الشراكات، أهمها طبعا الشراكة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وهذا منذ أكتوبر 2022. دونك هذا ربما أهم شراكة قامت بها الوزارتين، وناهيك عن عدة شراكات بين الوزارات مثل وزارة الطاقة، وزارة الثقافة، وزارة الصناعة، طبعا مع كذلك هيئات عديدة من غير يعني الوزارات، مثلا يعني غير ما يعني دارت في التكنو في سيدي عبد الله، وين داروا يعني تجهيز 5 مقرات تكون هناك حاضنات كبرى المؤسسات مثل سوناتراك، سونالغاز، نفطال، اجي تيليكوم، باش يكونوا يديروا تماك حاضنات في سيدي عبد الله. دونك هذه الشراكات طبعا راهو امر مهم جدا. احنا نعلموا الطلبه باش يكون هناك ريزو، يكون هناك لو ريزوطاج، يكون هناك يعني هذه الشبكه. دونك كذلك وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لازم تكون هناك، لازم يكون عندها شبكه. حاضنه الاعمال لازم يكون عندها. سيد مروان، هل هناك نظام لتقييم اعمال الحاضنات؟ طبعا هناك نقدروا نقولوا يعني خاصة على حسب العدد، عدد المشاريع، عدد الوسم المشاريع اللي تحصلوا على وسم الابيض، براءة الاختراع، عدد براءات الاختراع، العلامات التجارية، العلامات التجارية، عدد خاصة عدد المشاريع وين لحقوا لاسوتنونس، وين لحقوا البروتوتيب، وين فتحوا سجلات تجارية، وين بداوا يديروا كيفاش دخلوا للمارشي. دونك كل هذه المؤشرات سي دي انديكاتور دو بيرفورمانس، سيتادير كو الحاضنه لازم تخلق روحها هي ان باغام باش تقول باللي فوالا راني وصلت، الحمد لله راني حققت بعض النتائج وين نقدر. نعم واضح سيد. كسؤال اخير لك سيد بروري، في رايك ما هي التحديات التي تواجه تطوير المؤسسات الناشئه في بلادنا؟ أظن راح نكون صوت النظام البيئي، هي البيروقراطية بالطبع، لأن الشركات الناشئة هي في هذا النطاق التطور في اقتصاد مخاطرة، والأمور تتغير بسرعة وخلق المتنافسين في عالميا يعني العدد يعني هائل، ما يقدروش يصبروا. في الشهر عندهم كل 5 سنوات في شركة عادية. دونك اذا علينا نخدموا على، اظن اليوم يعني السؤال يعني راهو شفاف وواضح وضوح الشمس. عندنا جانب هذه البيروقراطيه، لازم تكلمنا في الاول في الاوف على الرقمنه، بدينا نهضروا على رقمنه هذه المشاكل. راح يكون جزء من الحل في تطوير البيروقراطيه. نتكلموا على البيروقراطيه الايجابيه كما كان يهضر عليها ماكس فيبر خالق البيروقراطيه، والجانب الثاني اللي هضرت عليه وما عندناش الوقت باش نروح في التفاصيل هو التمويل. اليوم يعني التشالنج الكبير اللي عندنا هو تمويل هذه الشركات. صندوق الدوله سي تري بيان، هذا مثال أولي ولكن غير كافي. علينا اليوم بتطوير قوانين جديدة، لأن عندنا نسحقوا اليوم قوانين جديدة، تغيير قوانين موجودة، عمل كبير يندار من الوزارات، من البنك الجزائري اكسترا، ولازم نتسارعوا أكثر، لأن التمويل هو يعني صلب الموضوع في الشركات الناشئة وتطويرها في الشهور الأعوام الجاية إن شاء الله. شكرا لك سيد عبد الكريم بروري، مؤسس حاضنة أعمال وخبير في تطوير الأنظمة البيئية المقاولة. أهلا بك، شكرا لك على الحضور. شكرا جزيلا.